السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السر الياباني لتنعيم الشعر وفرد الشعر من أول استخدام، وهتشوفي بنفسك نعومة الشعر وفرده وجماله. السر اللي بتخفيه كل الكوافيرات عنك علشان ما تعرفوش. فرد الشعر طبيعي في المنزل، وكل المكونات موجودة في البيت، مش هتدفعي فيها أي فلوس. وقبل ما تستخدمي الوصفة لازم تعرفي إن في عوامل كتير جدا بتأثر على الشعر وبتحوله من شعر ناعم إلى شعر خشن مجعد. في بنات كتير شعرهم بيبقى ناعم وهم صغيرين، ومع الوقت شعرهم بيخشن وبيجعد وكمان بيتلف وبيسقط، بسبب طبعا قلة ترطيب الشعر وتعرض الشعر للحرارة. طبعا قلة ترطيب الشعر بسبب قلة شرب المية، وتعرض الشعر للحرارة بسبب مكوى أو استشوار، وكمان بسبب استخدام صبغات الشعر وجلسات الكرياتين وحاجات كتير طبعا في الكوافيرات بتستخدمها البنات، بتوقع لهم شعرهم وبتخلي لهم شعرهم من شعر ناعم إلى شعر مجعد خشن. والوصفة اللي معانا هي وصفة بديلة للكرياتين، وهي كمان كرياتين طبيعي. بدل ما تروح تصرفي فلوس كتير وتعملي جلسات كتير للشعر علشان تفردي، الوصفة اللي معانا بأقل إمكانيات، وهي وصفة والوصفة اللي معانا الوصفة دي من اليابان، وصفة آسيوية. طبعا كلنا عارفين ان اليابانيين شعرهم ناعم وطويل ومفرود بسم الله ما شاء الله، بسبب استخدام هذه الوصفة. والمفاجأة ان الوصفة دي موجودة في المنزل. واول مكون معانا هو الرز، منقوع الرز ليه فوائد كتير جدا جدا في تنعيم وفرد الشعر وتغذية الشعر. بيحتوي على فيتامين بي وإي وسي، وهذه الفيتامينات مهمة جدا لتنعيم وتغذية الشعر وتطويله. حضرتك هتجيبي الرز وهتنقعيه ليلة كاملة في المية، وهتاخدي المية هتعملي بيها ماسك للشعر هتحطيه على شعرك لمدة ساعتين. أو هتجيبي الرز وهتغليه في المية على النار، وهتاخدي الرز المستوي اللي طبعا شارب المية وهتعملي بيه وتسرحي بيه الشعر. هيفرد الشعر بطريقة هايلة جدا، وهيغذي الشعر لأنه بيحتوي على فيتامينات كتير جدا 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 بتنعم وبتطول وبتغذي الشعر. والمكون التاني اللي معانا هو نشا الذرة. نشا الذرة بتحتوي على فيتامين بي وسي وإي ومغنيسيوم ونحاس وكالسيوم. كل الفيتامينات دي مهمة لبناء وتقوية بصيلات الشعر، وطبعا بتمنع التساقط، وبتعمل على فرد وتنعيم الشعر وتغذيته تغذية سليمة جدا جدا، وبكده هتكوني غذيتي شعرك بطريقة سليمة. والمكون الثالث اللي معانا زيت جوز الهند. وطبعا زيت جوز الهند بيحتوي على فيتامينات كتير جدا، بيعمل على تغذية وتقوية بصيلات الشعر، كمان بيقضي على قشرة الشعر وبيمنع التساقط لأنه بيحتوي على فيتامينات كتير، وبيعمل فرد للشعر، وكمان يعتبر كرياتين طبيعي للشعر. ولو استخدمنا نشا الذرة وكمان عليها الرز أو منقوع الرز أو مسلوق الرز وعليهم معلقتين من زيت جوز الهند، وهنبدأ نغذي بيهم الشعر ونعمل بيهم ماسك للشعر لمدة من ساعتين إلى 3 ساعات. وطبعا الوصفة دي مهمة جدا جدا لفرد وتقوية وتنعيم الشعر، تعتبر بديل طبيعي جدا جدا للكرياتين اللي احنا بنروح نصرف عليه فلوس كتير، وكمان جلسة مهمة جدا جدا للشعر وتغذيته. نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.